أهلا بكم أعزائي المستمعين وقناتكم كامل. المشروع الأضخم على الإطلاق، مصر تشيد أطول نهر في العالم في صحراء غربية. طبعا ده مشروع عظيم جدا بتعمله القيادة المصرية في الصحراء الغربية بطول الصحراء الغربية. طبعا بعد مشكلة سد النهضة، وطبعا مصر بتحاول أن تعالج هذه المشكلة بنوع من التريث ونوع من الحكمة. طبعا دول خارجية بتحاول أن هي تحس مصر وتستفزها علشان خاطر مصر تدخل حروب ومشاكل وبكده تنتهي مصر. ما عارفينش يدمروا مصر من الداخل، يعني حاولوا يدمروها من الداخل من خلال الإخوان المسلمين، من خلال المشاكل، من خلال الأحداث اللي حصلت في طبعا 2011 و30 يونيو. بس للأسف ما قدروش إنهم يعملوا حاجة في البلد دي، فقال لك بقى إيه، نبتدي بقى نحاول بقى من ناحية خارجية. طبعا الناس كتير بتدعو، طبعا زي ما احنا شايفين الثورة عملت إيه في مصر، واستغلت أثيوبيا الفرصة وابتدت تعمل في سد النهضة. ناس كتير زعلانة ومتضايقة من القيادة المصرية، يقول لك ليه ما بنحاربش، ليه ما بنعملش. طبعا القيادة المصرية قيادة حكيمة وقيادة وطنية وقيادة أمينة على البلد. طبعا الموضوع ما هواش بالسهولة اللي انتم متخيلينها. الحرب دي طبعا الحرب دي احنا الى حد كبير جدا الدول الخارجية عملت السد ده وبتستفزنا عشان نقوم بهذه الحرب، عشان خاطر مصر تخسر جيشها وتخسر قوتها، وبالتالي يقدروا يحققوا النجاحات اللي ما عرفوش يحققوها من المشاكل الداخلية. طبعا فالقيادة المصرية بكل حكمة طبعا بتسير في موضوع المفاوضات، ومصر مش هتسيب حقها ابدا اذا كان بالذوق او اذا كان بالعافيه. بس احنا نفسنا طويل، احنا ممكن نخسر معركه بس مصر ما تخسرش حرب. ابتدت الحكومه تفكر، وعملنا بقى طبعا ابتدوا يعملوا مشاريع عشان خاطر يقللوا من الاثار اللي هتنتج عن سد النهضه، سواء من قله المياه او لا قدر الله لو حصل نوع من الانهيار في سد النهضه. فطبعا قامت الحكومة المصرية، قامت القيادة المصرية بعمل نهر صناعي بطول الصحراء الغربية علشان نوسع روحها الزراعية اللي بنطمح ليها، وفي نفس الوقت عشان لو حصل انهيار في سد النهضة نقدر ان احنا نستوعب كمية المية اللي ممكن تجينا، وبالتالي نقلل الأثر إلى حد كبير، لأنه لازم السد العالي يفضل في حدود مثلا 72 ساعة نكون مفضين السد العالي. هنفضي فين؟ هنرمي المية في البحر ولا نحطها في اماكن مفيده علشان خاطر ما نخسرش الميه، وبالتالي كده كده هتتعوض في كميه الميه اللي هتجيلنا. لا قدر الله لو حصل الكلام ده، ما احنا مش عايزين ده يحصل. وطبعا القياده المصريه الى حد كبير جدا هي تتسم بالحكمه، وطبعا القياده المصريه قياده حكيمه، واحنا مش في المفاوضات، وفي نفس الوقت بنعمل مشاريع بتقلل الآثار السلبية لسد النهضة، وفي نفس الوقت احنا مش هنسيب حقنا سواء بالذوق او سواء بالعافية. طبعا ابتدت مصر تعمل النهر الصناعي زي ما احنا شايفين، طبعا مشروع عظيم جدا جدا جدا. المشروع ده طبعا مساحة او طول هذا النهر مسافة كبيرة قوي، من خلال هذا نوسع روحها الزراعية بحيث ان احنا طبعا نزود المزروعات بتاعتنا، نكفي السوق الداخلي، وفي نفس الوقت لو ربنا كرمه في زيادات بنصدرها للخارج وبنوفر عملة صعبة. ده طبعا المشروع الخاص بالنهر الصناعي مشروع عملاق جدا جدا على فكرة، ومكلف جدا جدا، بس هيجيب فوائده وهيجيب طبعا الفلوس اللي صرفت عليه وبزيادة كمان. فأنا عايز أقول لشعب مصر كله ما تقلقوش على مصر، قيادة حكيمة بتسير في كل الاتجاهات، مفيش نوع من طبعا نوع من اللامبالاة، مفيش نوع من التراخي. يعني ناس كتير يقول لك يا ازاي الجيش المصري ساكت، ازاي الجيش المصري مش بيحارب. لا، الجيش المصري جيش حكيم وجيش قوي، الجيش المصري مش هيسيب البلد تغرق. طبعا ثقة في القيادة المصرية. طبعا احنا مش خوافين وعمرنا ما كنا خوافين. طول عمر مصر طبعا بتتعرض ل طبعا عارفين المقولة الشهيرة، مصر طبعا مطمع للغزاة، وفي نفس الوقت مصر مقبرة الغزاة. فطول عمرنا مطمع للأسف، وبنحارب خارجيا وداخليا، ودينا شفنا كمان اللي حصل مع محمد علي الكبير. لكن في النهاية احنا بنخسر طبعا ممكن معركة او العالم زي ما حصل في اكتوبر. احنا في 67 هزمنا، لكن بسرعة سريعا جدا في ظرف 5 سنين قدرنا نحقق انتصار عظيم، ولولا مساعدة أمريكا لإسرائيل كان زمان إسرائيل دلوقتي مش موجودة على الخريطة. فاحنا شعب مصر شعب قوي، قيادة قوية، قيادة حكيمة. وثقوا يا شعب مصر، مصر مية النيل مش هتنقص سنتي واحد، مش هتنقص. ودي رسالة برضو للأثيوبيين ورسالة للسودانيين اللي مع الشعب الأثيوبي، مش السودانيين إخواتنا وأشقائنا وحبايبنا. فأنا عايز أقول دي رسالة للعالم كله، رسالة لإسرائيل إنه مصر مش هتسيب سنتي واحد من ميتها، سواء بالمفاوضات أو غير مفاوضات. سينا خدناها كلها، وطابة خدناها بالمفاوضات،
يعني احنا كده كده حقنا هناخده، خدناها بالذوق، خدناه بالعافيه هيتاخد، بس احنا عندنا قياده حكيمه مش هتتسرع. ويا ريت الناس ما تنفعلش وتقول لا لازم حرب ولازم حرب. طبعا الحرب دي هدفها طبعا سلبي جدا بالنسبه لمصر، والقياده واعيه للكلام ده. فباذن ربنا ان شاء الله بكره خير، وبكره ان شاء الله باذن ربنا مصر هتبقى في احسن حال. وطبعا مشروع النهر الصناعي العظيم ده اللي هو بطول الصحراء الغربيه هيعمل تنميه وهيعمل صناعه وهيعمل زراعه، وبكره هيكون المستقبل افضل طبعا مع المشاريع العظيمه العملاقه اللي بتقام هذه الايام. وطبعا زي ما احنا شايفين حضراتكم طبعا مساحه جباره للنهر الصناعي، طبعا سواء في مساحه الطول او كميه الميه اللي هيستوعبها. ودايما ربنا مع مصر والشعب المصري، ونتمنى من الله ان هو يوجه القياده الى الافعال والى الطرق السليمه للتعامل مع الامور دي والمشاكل سواء داخليه او سواء خارجيه. ويحيى الشعب المصري.